ديال واحد 30 مليون لشراء الكراسي والعكاكيز، وكان عرض ديال السيد المندوب الشباب والرياضه حول المخيم الصيفي، حول البرنامج اللي كاين. فاكيد كما كتعرفوا فيما يخص التحويل كان بالاجماع مصادقه على التحويلات. بالنسبه للعرض ديال السيد المندوب تكلمنا على اليوم حنا تقريبا محرومين من المخيم الصيفي، لان هذاك السنه ما كانش عندنا مخيم صيفي في عين السبع. هاد السنه ثاني محرومين، جابوا واحد البرنامج ديال مخيم القرب، واللي انا كنعتقد من غير ما يكونش ناجح ما يمكنش ليا غنجيب الوليدات وغنديروا لدار الشباب وغنسمى هذاك مخيم. فاحنا اليوم غناخذوا شي قرار بعضياتنا حنا كمجلس كيفاش يمكننا نديروا شي مخيم قار او حضاري داخل عين السبع. للاسف الشديد جاء هذا البرنامج ديال المخيم ديال سياسه القرب او هذا القرب ما يمكنش واحد السيد كيسكن في بلوك بناني وغندير ليه انا مخيم في دار الشباب الحي محمدي وهو غيدخل تما. واش انا باغي نعطي واحد الفضاء ليبر ولا باغي؟ دونك هذا خاص الوزاره تغير النظره ديالها على هذه المخيمات وتكون عندنا شي نتيجه ايجابيه ان شاء الله. دابا عطيت التعليمات ديالي على اساس نعاقد اللجنه ونبركم مع شركه كازابيئه وكذلك شركه نظافه افيردا باش اولا نشوفوا شنو الترتيبات اللي خاضوهما باش انجاح هذا العيد اللي هو كنعتبروا بان عيد راه كيهمنا كلنا. الا كان واحد النظافه فيه راه كاين النجاح ديالو، الا كانت الازبال في الشارع راه كتخلي غير الكوارث. فهذا عاجلا غنجتمعوا معهم وغنشوفوا اشنو هما البرامج ديال هذه الشركات بجوج. كنعرفوا عدد المشاريع منطلقه دابا الحمد لله، لا بالنسبه للشوارع لا الازقه لا الزفت لا الاغراس لا المشروع ديال بشار الخير اكبر حديقه لا المنتزهات لا هذا الشيء اللي دابا الحمد لله صادقنا عليه في مجلس المدينه ديال الشوارع اللي غتحل ديال شارع الفوارات وكذلك شارع ديال اللي حدا مستشفى محمد الخامس وكذلك المنشاه الفنيه ديال المعموره. هذو كلهم مشاريع غترجع بالنفع لمقاطعه الحي المحمدي. من هنا لواحد سنتين غادي يوقع تغيير جذري في الحي المحمدي ان شاء الله. الشريف الحمد لله كانت واحد الميزانيه ديال الهدم ما تبقى من المنازل لآلية السقوط. راه السيده الرئيسه السيده العمده وافقت على هذيك الميزانيه. راه غادي يبداو ان شاء الله عما قريب باش ترسع للشركه وغتبدا الشركه دير الهدم ديال هذه المنازل وغتشوفوا ديال المشرف غيتغير. راه بدا كيتغير شيئا ما، ومشكور السيد العامل اللي واقف على هذه العمليه شخصيا، لان احنا التخوف ديالنا هو يضيع لنا شي مواطن داخل الدور آلية السقوط. شكرا. شكرا احداث نيوز على التفاعل ديالكم وعلى الاهتمام ديالكم بالشأن المحلي بمقاطعه الحي المحمدي. كما شفتوا اليوم كانت عندنا الدوره ديال يونيو 2024 اللي كانت فيها جوج نقاط في جدول الاعمال. كان عرض السيد المدير الاقليمي حول مخيم القرب، ثم كذلك برنامج عمل التنميه داخل مقاطعه الحي المحمدي، وكان عندنا واحد التحويل ديال 30 مليون سنتيم اللي خصصناها للخدمات الاجتماعيه كاسي متحركه والعكاكيز، لانه كاين واحد المتطلبات ديال الساكنه في هذا المجال ديال الخدمات الاجتماعيه. ف كنا بمبادره منا باش نستدعوا المدير الاقليمي، لانه العام السنه الفائته ما استافدوش وليدات الحي المحمدي من المخيم ديال القرب. واليوم كما تشوف العرض ديال المدير الاقليمي انه كاين واحد المقترح ديال ماشي مخيم ديال القرب ولكن مخيم ديال انشطه القرب اللي غيكون في دار الشباب الحي المحمدي. حنا ما اختلفنا معاه، قلنا ليه ما يمكنش تلميذ ولا التلميذه ولا الطفل ولا الطفله العام كامل هو في المؤسسه التعليميه وفي الدار ديالو وعاد تجيبوه عاد تدخلوا ثاني لواحد المرافق اللي هو مسدود. فبغينا يكون واحد بلانير هواء الطلق اللي يكون فيه البحر، اللي يكون فيه البيسين، نستافدوا من البيسين ديال سوسيو ريادي ديال الحي المحمدي. كان قبل من الجلسه كان عندنا واحد السجال مع السيد الرئيس، لانه قلنا ليه عطينا التقرير الاخباري وعطينا مجال ديال التدخل ديال جميع المصالح على المستوى ديال التنميه، الصفقات
لي بون كوموند اللي داو ما بين دوا ديال شوتنبي ودوا ديال اليونيو. فكان التقايا ديالو عباره عن مشاريع اللي ساهمت فيها بشكل فعال جماعه الدار البيضاء و والي جهه الدار البيضاء ستات السيد العامل عماله عين السبع الحي محمدي اللي مشكورين على المجهودات اللي تيقوموا بها. حنا كمجلس ما استطعناش نجيبوا ولو مشروع تنموي للمنطقه مع مجموعه من المتدخلين اللي هي الجهه وعماله الدار البيضاء، وبالتالي اليوم الدليل على هادشي هو سقوط ديال واحد المبلغ ديال 234 مليون سنتيم في لاماس. وهنا فين تيبين لينا وتيفسر غياب واحد التدبير جيد وواحد حكمه تدبيريه جيده وحكمه ماليه، واننا تنشتغلوا بدون برنامج عمل وبدون بلان داكسيون. لان اليوم اللي لاحظتوا عندنا واحد 3 مليار سنتيم، ودابا اليوم حنا في شهر 6 وباقي ما تصرفش فيها هذا المبلغ. فشي حاجه اللي تيبان لك بانه كاين واحد قرارات فاضيه باقيين تنعيشوا واحد العشوائيه وواحد الارتجاليه في التسيير. فاليوم احنا في مفترق الطرق، لانه خصنا نديروا واحد التقييم مع الذات ديالنا، تقييم الحصيله ديال المجلس، اشنا هو المشاريع اللي تنفذت. اما سياسه القوم ديال التدبير النمطي الاعتيادي اللي تيدخل في سياسه القوم واللي تيدخل في الاختصاصات الذاتيه ديال المقاطعه بحال التسفيت، لوطوبلوكو، السباقه، هذوك الحوايج نمطيه اعتياديه، ولكن المشاريع التنمويه اللي تتعود بالنفع على المنطقه هي اللي خصنا اليوم نديروا واحد وقفه ديال التامل ونعرفوا اشنو الاكراهات وشنو اللي ما نفذناش في برنامج عمل ديال المقاطعه. وشكرا. بالنسبه لي النقاط اللي غادي ندرجها اللي جدول الاعمال، لان اليوم ما بدناش نخرجوا على جدول الاعمال، ونحترم جدول الاعمال. بالتالي الاقتراحات اللي ممكن نوضعها سيدنا النائب المحترم هنا من هذه المبادره من هذا المنبر، تنشكرك على الحضور، على التواصل الدائم ديالك. السي رضا كذلك الاطار ايضا يعني نعتز به. بالنسبه للمخيم من قبل سيد النائب ماشي جديد، لانه تنعرفوا في البرنامج. اخوان حنا تنصنتوا لكم، السي طارق وقت سعيده. ما تنصفقوش حنا المال الساده، كيفاش تقول لي ما تنصفقوش حنا البنادم، حنا تنسيو التدبير ديال الشارع المحلي، مساهمين في التدبير ديال الشارع المحلي، اعضاء في مجلس المقاطعه ديال الحي محمدي، تنشتغلوا في اطار القنوات الرسميه اللي هي المكتب، اللي هي المجلس. من بعد خذ كلمه عند غير ما تراعيش صافي عنده شي تراجع، شي واحد يمشي عنده نيشان. احنا هنايا في المجلس منفاهم، والدليل على هادشي هو البقاء ديالنا، هو اننا تنجيو نساهموا في اللجان وتنهضروا بالمقترحات ديالنا وفي التدبير ديالنا.